السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. مبدئيا كده وكعادتنا ويا رب ما تقطع لنا عادة، بنرحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا. بس فين يا ست الكل اللايك الحلو اللي بنستناه منك؟ طبعا من كرمك ما تنسيش تحطي اللايك. وخلينا النهارده كده نقول، وانا جايه عماله اقول هفكر هعمل اكل ايه هعمل اكل ايه. عايزه اكله سريعه وفي نفس الوقت الجو ساقعه جدا تكون مشبعه، فما لقيتش قدامي غير اني اعمل طاجن بطاطس باللحمه. يلا بينا كده. حطيت انا هنا مش حاطه حاجه بس غير هي اللحمه. ولما هقول طاجن بطاطس باللحمه يعني كده انا بالنسبه لي بحب اللحمه تكون ايه، حمرا في الطاجن كده، لان بتديله طعم حلو جدا. حاطه ميه على النار بتغلي، حطيت فيها بصلايه 4 فصوص حبهان، وكمان ورقه واحده بس من ورق الغار، وشوية فلفل اسمر صغيرين. خلينا نروح على البوتاجاز ويلا بينا نعمل الغدا ونقول على بركة الله. وان شاء الله النهاردة الفيديو هيكون قصير جدا. بعد ما حطيت المية بتاعتي كده غلت بالبصلاية وطبعا الحاجات اللي قلت عليها، خليني كده اقول بسم الله كده ونبدأ نسلق اللحمة دي. بصوا انا النهاردة اللحمة لو بتاخد مني مثلا ساعة ونص ساعتين الا ربع، دي هديها ساعة كده وشوية صغيرين مش اكتر من كده. اول نص ساعة بسيبها على نار عالية عشان تطلع الريم اللي فيها كويس، وبعد النص ساعة ببدأ اهدي عليها النار. تعالوا بقى نشوف اللحمة كده ايه اخبارها بعد النص ساعة، ونشوف طلعت ريم ولا لا. عندنا هنا اللحمة لو مغسولة كويس ما بتطلعش ريم. انا عن نفسي بقى يعني معرفش، في ناس بتقول لا ما تغسليهاش، انا مش هعرف اكلها غير كده، غير وهي مشطوفة بمية كذا مرة. بصي اللحمة اهي ما طلعتش ريم خالص، الشوربة بتاعتها كده حلوة ورايقة. يا دوبك بس زودت شوية فلفل اسمر صغيرين. في النص ساعة دي بقى كنت انا طبعا حضرت الحاجة بتاعة طاجن البطاطس. خليني اقول بهاراتي بسيطة جدا. عندي نص معلقة صغيرة بهار، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة مش مليانة ملح، وعندي هنا نص مكعب ماجي هو بيديلها طعم مش اكتر. عندي هنا معلقة سمنة على زيت، عندي هنا كده بصلتين حلقات، عندنا كمان معلقة صلصة من المعلبات، عندي كده نص كيلو طماطم مبشورة مش متضاف عليها لسه ولا مية ولا شوربة ولا اي حاجة، مبشورة من الناحية الناعمة. وعندي 3/4 كيلو بطاطس اهو متقشرة طبعا ومغسولة. خلينا كده نبدأ نحضر الحاجات دي، نحطها على بعضها كده، نخلط البطاطس بالبصل بالبهارات، بتدينا طعم حلو جدا. لو قعدت طبعا الحاجة قبل ما تستوي قعدت في البطاطس شوية كده يعني كأنك تبلتيها وسبتيها، بتبقى طعمها حلو جدا. ادي البطاطس عليها البصل بسم الله، عليها التوابل بتاعتنا طبعا الماجي، يعني هفرك البطاطس كده مع الحاجات البصل والملح والفلفل فهتدوب معايا. كمان هحط معلقه السمنه والزيت، الاتنين مع بعض بيدوا طعم حلو. الزيت كده عشان يخلي لك شكل البطاطسايه حلو، والمعلقه السمنه علشان الطعم. اول حاجه هعملها قبل ما احط الطماطم والصلصه هعمل ايه، يعني هقلب كل الخليط ده ببعضه اللي هو البصل والبطاطس والبهارات بطريقه كويسه. خلاص يلا بينا بقى كده بسم الله نقلبهم تقليبه قويه في بعض، علشان البصله لما بتتقلب مع البطاطس مع البهارات بتدي البطاطسايه كده بعد ما تستوي بتدي لها طعم حلو جدا. هقعد بقى كده اقلب فيهم لمده 5 دقايق لحد ما احس ان هم طبعا شربوا كل الحاجه اللي فيها. اول حاجه هعملها انا كده تبلت البطاطس مع البصله، هسيبها لمده نص ساعه. اللحمه بقالها كده حوالي ساعه الا ربع على النار، هديت طبعا عليها النار من بعد النص ساعه الاولانيه. هسيب كده مش هضيف الصلصه ولا هضيف الطماطم، هغطيها بس واسيبها كده. وما تخافيش البصله مش هتعمل ريحه اول حاجه، لان في فلفل اسمر وفي ملح كمان في التوابل فمش هتعمل ريحه، دي هتدي البطاطس بس طعم حلو. يلا بينا بقى نكملها. اخدت طبعا شويه اللحمه اللي هحطهم، انا ما اخدتش اللحمه كلها، انا اخدت يا دوبك، الطاجن عندي مش كبير فاخدت يا دوبك كده على قد الطاجن وسبت الباقي يتعمل تبقى مسلوقه، يعني اللي عايز كده ياكل واللي عايز طبعا كده ياكل. بسم الله. اديني حطيت اللحمه وحطيت معلقه الصلصه، كمان هحط الطماطم. اخدت بقى كوبايه شوربه سخنه كده من الشوربه الحلوه الرايقه دي اللي سالقين فيها اللحمه، وهنقلبهم كده بقى على بعض. بسم الله.
بعد كده ما قلبتها تقليبه قويه في الحاجات اللي احنا حطيناها فيها. ادي البطاطس اهي، هنزل بيها بقى بسم الله كده في البريم بتاعنا زي ما هي كده يا ست الكل. وعلى الفرن بقالي بالظبط كده مولعه الفرن بتاعي بقاله حوالي كده ربع ساعه. هحطها فين؟ هقرب الشبكه على الصاجه، يعني تبقى النار يعني ايه قريبه جدا منها. انا مش دي مش كيكه ولا حاجه ولا هخاف تتحرق ولا حاجه. هقرب الشبكه على الصاجه واحط البرام ده عليها لمده ساعه كامله، يعني كل نص ساعه كده ممكن اديله تقليبه. بصي يا ست الكل، جمال برام البطاطس باللحمه مش قادره اقولك ريحته خطيره قد ايه، ولا طعمه عشان بياخد ساعه كامله كمان جوه الفرن بيبقى طعمه جميل جدا. وهنا عملت رز بشعريه وشوربه لسان العصفور، ومحدش لو سمحتم يتريق انها محطوطه في الكوبايه، احنا بنحب نشربها كده يا جماعه، كمان بتفضل سخنه كده وقت طويل. وشويه سلطه، الله على جمال الغدا النهارده. بصي ما اخدش وقت، هو سهل وبسيط جدا، ما اخدش وقت غير بس في العمايل بتاعته. وده طبعا اجمل احساس في الدنيا لما ست الكل تخلص الغدا مع المواعين بتاعته كده، مش حاجة تانية. نتمنى طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد، واوعي تنسي يا ست الكل اللايك الحلو اللي بنستناه منك.